قبل كل شيء نتأسفوا لجماهيرنا على النتيجة هذه. نعرفوا اللي الدخول في المسابقة باش يكون صعيب، ماهوش إلا على المنتخب التونسي. عادي جدا في مسابقات بالقيمة هذه كونك الدخول يكون بشوية بشوية. احنا رغم كنا نعرفوا نقاط قوة باكت فيزيك سورتو على مستوى وسط الميدان، ما عرفناش نتعاملوا مع الكرات الثانيه. الاصابه نتاع ياسين الخنيسي في بدايه المباراه خلاتنا نضطروا حتى على جانب التنشيط الهجومي باش نغيروا من طريقه الاداء نتاعنا. الشوط الاول كان سيء بكل المقاييس، وجدنا فيه بعض الصعوبات. قمنا بالتغييرات اللازمه خاصه على مستوى تمركز اللاعبين، على مستوى تنشيطنا. دخول العيدوني ايضا وسط الميدان، العيدوني اعطانا القوه البدنيه. غيرنا في تمركز واللي تعدينا من 4-3-3 ل 4-2-3-1. تواجد انيس بن سليمان خلف المهاجم، اعطانا عده حلول. ولينا نشوفوا الكره توصل باسرع للهجوم. خلقنا بعض المحاولات وبعض الفرص خاصه على الكرات الثابته، ما كناش موفقين فيهم. تعرف في مباريات كيف هيك وقت يجوك 3 و4 فرص في مباراه تبدا مغلقه شويه، لازمك تكون اكثر فاعليه. ما عرفناش كيفاش نتعاملوا مع الوضعيات الهجوميه. قبلنا هدف في اخر المباراه كان قاسي علينا، حاولنا نرجعوا نعمل رده فعل ما نجحناش. اليوم يظهر لي نتحملوا مسؤولياتنا، احنا اللي حاطين انفسنا في الوضعيه هذه. ما زالوا 6 نقاط، 2 مباريات ان شاء الله نراو رده فعل ممتازه من المنتخب. طيب كوتش، كنا حكينا انه المنتخب التونسي حتى في يوم الاعلان على القائمه انه المنتخب التونسي في ديناميكيه ما كانتش جيده على مستوى المباريات الوديه، على مستوى المباريات في تصفيه كاس العالم، وتمنينا انه في الكان يتحسن ويرتفع المستوى، لكن المنتخب التونسي قعد في نفس هذا النسق. واليوم شفنا تقريبا في جل الفترات ما فماش الرتم المطلوب. صحيح، أنا كنت صرحت على الأشياء هذه، بعض الصعوبات اللي واجهناها في بداية التحضيرات، وكنت واضح قلت اللي راهو على المستوى البدني ثم بعض المشاكل نظرا لتوقف أغلب الدوريات. اليوم كيف نشوف أوقات اللعب بعد التربص نتاع شهر نوفمبر حتى وين بدينا التربص نتاع شهر جانفي، تقريبا أوقات اللعب نقصت برشا خاصة في وسط الميدان. هذه إشكالية حاولنا نتعاملوا معها، قمنا بالتحضيرات اللازمة. عادي جدا في أول مباراة ما نجمش نلقاو النسق اللي حشنا به، لكن يظهر لي مازال اليوم عندنا الوقت باش نداركوا، باش نرجعوا للمستوى اللي نعرفوا به المنتخب التونسي. عندي ثقه في المجموعه ان شاء الله، كيف ما قلت كيف ما تحطينا في وضعيه صعيبه نعرفوا كيفاش نتجاوزوها في المقابلات القادمه. المباراه القادمه ضد مالي جلال، وكما بديت كنا تحدثنا وتمنينا ننافس انه نبداو ب3 نقاط وبانتصار، لكن اليوم بهزيمه ب0 من النقاط وضد منتخب ناميبيا على المستوى المعنوي. خليني من المستوى الفني والبدني والذهني قادر المنتخب انه يعود. هذا نتمنوه اليوم. اذا كان احنا عندنا دي كومبيتيتور، عندنا جوارات اللي لاعبين اللي عندهم صنعه كبيره، لاعبين اللي عندهم خبره كبيره بالمسابقات هذه. ماناش اول منتخب اللي ينهزم معناتها في المباراه الاولى. منتخب ارجنتيني خسر اول مباراه ضد المنتخب السعودي وبعد فاز باللقب. توعد بكاس افريقيا بعد الخساره اليوم. احنا نوعدوا اللي باش نعملوا رده فعل. هزيمه موجعه، وقلت مره اخرى نعتذروا لجماهيرنا، ما كناش ننتظروها، لكن كنا نعرفوا اللي باش تكون مباراه صعيبه. حاولنا كل معناتها ما اوتينا من قوه باش نعملوا رده فعل، ما كناش ناجعين اليوم. ان شاء الله رده الفعل تحضر في المباريات القادمه، ان شاء الله تكون معنا ب3 نقاط وبرده فعل بعد